واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. فيديو جديد واقتراح جديد اليوم ان شاء الله. غادي نشارك معكم هاد الغديوه ولا عشيوه، المهم تقدروا توظفوها في اي وجبه بغيتو، هي وجبه غداء ولا عشاء، المهم فكره اللي هي رائعه وبطريقه اللي هي جديده ومبتكره هكا. الوليدات اللي ما كيبغيوش هكا الخضره تقدروا تدخلوا لهم هاد الفكره هذه بهذه الطريقه هذه ان شاء الله اللي غادي نشارك معكم. اول حاجه كناخذوا الطويجين ديالنا، كنديروا فيه واحد الكميه ديال الزيت وواحد البصله موسطه مشلضه هكا رقيقه وجوج ضريسات نتاع الثومه. كنديروهم يتشحروا شي شويه، كنزيدوا عليهم شويه ديال الملحه ونخليو ديك البصيله حتى كتشحر وتنزل مزيان، وندوزو ان شاء الله نكملوا باقي التحضيرات. كنتمنى انكم تجربوا هذا الطاجين بهذه الطريقه وتردوا عليا الخبر. هذه الطريقه الصراحه كنت كنديرها مع السردين، حتى السردين كتجي به رائعه، وجربتها حتى بالكفته وجات يا سلام، وقلت لي ما لا نشاركها معكم. كنت درتها بعدا واحد جوج مرات ولا ثلاثه، وقلت ان شاء الله هاد الطويجين ضروري نشاركه معكم ان شاء الله، تجربوه وان شاء الله يعجبكم يا ربي. صافي هنا غادي ندوزو نديرو العطريه. درت شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره اولا الفلفله الحمراء اولا البابريكا، على حسب كل واحد وكيفاش زعما كيقول لها. صافي كنحرك الكل جيدا ونخلي ديك البصيله، اهم حاجه هي نشحروا ديك البصله مزيان باش يجينا الطويجين ديالنا معلك وزوين ولذيذ. وهنايا البنات شديت واحد جوج فلفلات عندي صغار، شويتهم، من الاحسن تشوهم فوق البوطه ماشي الفران. هاد الغرض ديالنا بهاد الطويجين هذا تجي فيه ديك البنه ديال الشواء. صافي هنا كناخذ جوج ديال الفليفلات، كنشويوهم كنقيوهم وكنقطعوهم على داك الشكل هكا طولي، وكنزيدهم على داك البصيله ونخليوهم حتى هما كذلك يتشحروا مزيان مزيان. هنايا الفكره اللي دخلت هو اننا كنشدوا الكميه ديال الكفته اللي بغيتو، يعني الكميه اللي غادي تكفيكم، وكتزيدوا معها واحد الدنجاله اللي كنشويوها حتى هي كذلك فوق البوطه. يكون احسن اننا نشويها فوق البوطه، هذه هي الفكره ديال هاد الطاجين، يعني كيجي بحال طايب على الفخار وكتجي ديك الكفته بحال مشويه. المهم كيجي واحد المذاق ديال الشواء في هاد الطاجين. ما نقول لكمش البنات، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. يعني واحد الفكره اللي هي كنظن انها حصريه، كنظن انها يعني فكره اللي هي مبتكره وجديده، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. صافي كنحرك هذيك الدنجاله مزيان مع الكفته حتى كنخلطوها مزيان. الكفته بطبيعه الحال تكون فيها العطريه ديالها، ما كنديروا لها لا ثومه لا والو، كنديروا لها غير العطريه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره والمليحه بطبيعه الحال، وزيدوا القزبر ومعدنوس حتى هما صافي. وكنحركوا مع ديك الفلفل مع ديك الدنجال اللي كنكونوا شويناه فوق البوطه كما كنقول لكم. صافي هنايا غادي نديرو كويرات وغادي نزيدو على الطاجين ديالنا بعد ما يكون تشحر مع ديك الفلفله مزيان مزيان. صافي ونغطي عليه نقص له العافيه. اهم حاجه في الطويجنات هي العافيه تكون مهيله، نردوهم بكري ونقصوا العافيه ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. راه ما تصوروش هاد الطاجين كيفاش كيجي، راه كيجي خفيف هكا كوجبه عشاء ولا هكا كوجبه سريعه للناس الموظفين، الناس اللي ما عندهمش الوقت باش يوقفوا بزاف في الكوزينه. راه اسهل ما يكون، يعني ساهله هاد الطريقه دغيا كيوجد. صافي غادي نغطي على الطويجين ديالي ونخليه ان شاء الله يطيب، ونتمنىكم تجربوها. انا كنأكد عليكم انكم تجربوه بهذه الطريقه. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذه الطريقه، انا راه كنديرها مع حتى السردين، كتجي طريقه اللي هي زوينه. وكذلك مثلا الا كان عندك شي نهار بغيتي ديرها كطويجين الكفته وكان عندك الكفته مثلا
قليله ولا راكي كتزكيها بديك الدنجل، راه كتجي رائعه البنات. صافي هنايا خديت واحد المعلقه صغيره ديال المطيشه، المطيشه ديال المصبره، وخلطتها هكا مع شويه ديال الماء صافي، وسقيت بها الطويجين ديالي، وزدت شويه ديال المعدنوس والقزبر، وغطيت على الطويجين، وديروا واحد الحاره من الفوق، وخليو الطويجين ديالكم يطيب. هنا غادي ندوز ان شاء الله هاد الفيديو برعايه الدنجال. عاود هذه واحد الفكره عاود ديال الدنجال، عاوتاني كنتمنىكم حتى هي كذلك تجربوها. انا باقي ما عمرني شفت زعما شي اخت دارتها. المهم هذوك افكار اللي شاركتهم معكم، نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبر. كتشدوا الدنجال الكميه اللي بغيتو، كتقطعوهم هكا دوائر، ما يكونوا غلظ ما يكونوا رقاق. كما شفتوا معايا راني غادي نوريكم السمك ديال الدنجال كيفاش يكون. وكترقدوه في كاس ديال الحليب وجوج كيسان ديال الماء، وكميه ديال الملحه اللي تكون لا باس بها، حيت الدنجال راه ما كيجيش مالح، راه كيبغي الملحه، واخا كدير له كميه كبيره راه ما كيجيش مالح. كترقدوه في داك الحليب وداك الماء، وتخليوه تقريبا من 15 دقيقه. حتى الا كان عندكم الوقت غير رقدوه في داك الحليب وداك الماء والملحه، وخليوه يترقد هكا. بهذه الطريقه هذه راه كيجي هشيش وما كيشربش الزيت نهائيا. راه تاكلوا فيه والله ما كيجي شارب الزيت، وكيجي اش غادي نقول لكم، كيجي رائع رائع. المهم انا فاش كنبقى نشكر لكم الحاجه بزاف، غير نتوما جربوها وحكموا، جربوها وحكموا. الا جربتوها بهذه الطريقه اللي كنشارك معكم وما عجباتكمش، ردوا علي في لي كومونتير. كذلك الا عجباتكم ردوا عليا في لي كومونتير. يعني كنشارك معكم شي حاجه اللي انا كنديرها لوليداتي وانا كنديرها في الدار ديالي وكتعجب مالين الدار او لا اي واحد جا ودقها عندي. هادشي اللي كاين البنات. الدنجال كما قلت لكم بهذه الطريقه كيتخلص من داك الماء اللي كيكون فيه، وما كيشرب لناش الزيت. وراني عارفه اي حاجه مقليه ماشي صحيه، ولكن مره بنادم كيتشاهى هكا. هاد المقليات ما فيها باس الا درناهم هكا مره في الوجبات ديالنا. وهذا الشيء اللي كاين غير هو بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم ما كيجيوش شاربين الزيت نهائيا، وكيجي واحد الهشاشه فيهم بداك الحليب، راه كيعطيهم واحد تغيير في الدنجال راه خطير ما نقول لكمش. جربوه مع البنات. وهذا الشيء اللي كاين. الزيت ديالنا كتسخن كما بطبيعه الحال مزيان، وكنبقاو نقليو الدنجال ديالنا. وهادو هما الاطباق ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. يعني هذا الطاجين درته بزاف ديال المرات، وقلت لي ما لا ضروري خاصني نشاركه معكم حتى نتوما تجربوه وتردوا عليا ان شاء الله الخبر. صافي كنبقى هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال الدنجال، وان شاء الله نرجع معكم في الاطباق النهائيه. هذا الشيء اللي كاين. المهم وليداتكم الا كانوا ما كياكلوش الدنجال، غير جربوهم بهاد جوج طرق اللي شاركت معكم وشوفوا واش غادي ياكلوهم ولا لا. انا راه التجربه على وليداتي راه ما كياكلوش، ما كياكلوش الدنجال نهائيا. ومنين دخلته لهم في الكفته ما عاقوش به نهائيا، ما كيجيش باين بصفه نهائيه. يعني في الكفته ما كيجيش باين كاع واش داير الدنجال، كيعطي واحد لوغو ديال الشوا وما كيجيش باين نهائيا. اما بهذه الطريقه ديال الدنجال كيجي مقرمل زوين ناشف ما فيهش الزيت. وهذا الشيء اللي كاين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا. هذه الكفته ديالنا كتجي هشيشه فتيه رائعه. صافي قدمتها هنايا مع شليضه ديال بصله ومطيشه محبوبات الجماهير. صافي والدنجال ديالنا هو هذاك. وهادو هما الغديوه ديالنا اولا العشيوه ولا المهم شوفوا نتوما اي وقيته بغيتو ديروها. وهنايا غادي نوريكم الدنجال كيفاش كيجي. اش غادي نقول، كيجي كيعطي الكفته ما كتجيش قاصحه ولا كتجي فتيه فتيه فتيه، كتجي رائعه البنات. وها هو المهم الفيديو راه موضح كل شيء. نتمنى ان شاء الله اللي جربت شي وصفه من هاد الوصفات ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، الله يسهل عليكم. وما فيها باس اللي يطلع له الفيديو ديالي فضلا وليس امرا يخلي لي واحد تعليق زوين وواحد اللايك، الله يحفظكم القناه. واللي ما مشتركش في القناه بطبيعه الحال ويعجبو المحتوى ديالي يدير الاشتراك ديالو ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.
ودمتم في رعاية الله. حتى الفيديو مقبل إن شاء الله.